السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهارده اول روتين ليا على القناة معاكم، جايه لكم بروتين جديد وفيديو جديد. النهارده هقول لك ازاي تطبخي وتعملي حلويات وتفرزي كمان تفريزات لرمضان، كل ده في اقل من ساعة باذن الله، او يعني بالظبط كده في حدود ساعة باذن الله، مش هتزيد عن ساعة. عايزاكي هي تنجزي وتبقي شطورة في المطبخ وتخلصي كل حاجتك في اقل وقت. المهم انا هنا معايا في الاول جبت كمية البصل اللي انا هحتاجها النهارده معايا في كل الوصفات اللي هعملها على البوتاجاز. اول حاجه باجيب البصل كله اللي انا محتاجاه عشان انجز، ما اقعدش اقطع بصل مرتين او ثلاثه، فبجيب كل كميه البصل اللي انا عايزاها وبقشرها كده وبخرطها مره واحده. وعملتها كمان على ايديا بسرعه بسرعه كده بصراحه. افضل طريقه انك تنجزي في الوقت انك بتتحدي نفسك ازاي تخلصي كل المهام او المهام اللي وراكي اللي عايزه تنجزيها في اقل وقت ممكن. فالمهم أنا قبل ما أبدأ بالضبط ضبطت التايمر بتاعي على ساعة إن أنا أخلّص كل اللي ورايا في ساعة بإذن الله، واتحديت نفسي وبقيت أجري كده بُص في المطبخ كده شبه النحلة، عمّالة أحاول إن أنا أخلّص كل اللي ورايا في الساعة اللي أنا محدداها لنفسي، عشان أتحدى نفسي وأنجز في الوقت اللي أنا عايزاه. وفعلًا يا بنات والله الطريقة دي أنا باجربها على طول، يعني طول الوقت باستخدمها، وفعلًا باخلّص الحاجات اللي ورايا في الوقت بالضبط. وأنتِ برضه خليكِ ناصحة يعني عشان ما تحبطيش نفسِك، ما تحدديش مثلًا مهام كتير جدًا في وقت قليل فتقولي لأ أنا ما خلّصتش. أنتِ شايفة مثلًا إن الوقت بتاعِك دوّة مناسب للحاجات اللي عندِك ماشي، لكن بس برضه إيه يعني ما تحاوليش تبالغي في الوقت أوي، مثلًا يبقى عندِك 3، 4 مهام وتحطيهم مثلًا في ساعتين، لأ. أنتِ حاولي حُطّي الوقت المناسب عشان تنجزي، وفي نفس الوقت كده بتتشجعي إن أنتِ تخلّصي. المهم أنا كنت هنا جايبة كمية البصل وقعدت أخرّط فيها كده، أنا محتاجاها النهارده لكذا حاجة هتشوفوها معايا في الفيديو. المهم خرّطتهم كده وخلّصتهم، وعلى طول كده بسرعة، بسرعة بقى قُلت بقى إيه مش لسه هاجيب الكَبّة وأعملها وأوسّخ مواعين كتير، فقُلت أخلّص على إيدي كده بسرعة وأنجز، عشان برضه أنا عايزة أخلّص كل اللي ورايا، وفي نفس الوقت في آخر اليوم ما الاقيش مواعين كتير يعني. فالمهم بانضّف هنا الرخامة بتاعتي كده أول بأول عشان برضه تفضل نضيفة على طول. وعلى طول أخدت الولاعة ورُحت أولّع البوتاجاز عشان أعمل الوصفات اللي أنا عايزاها على البوتاجاز. ولمّا باقف على البوتاجاز باحط حاجتي كلّها مرّة واحدة عشان أخلّصها، مش هافضل رايحة جاية على البوتاجاز أو رايحة جاية على الحوض أو رايحة جاية أخرّط الحاجة. المهم هنا جِبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها شوية الزيت، على ما الزيت يسخن جِبت الكرنباية اللي أنا هافرّزها بإذن الله تفريزات رمضان. المهم هنا كنت باقطّعها عشان إيه، عايزة أسلُقها وأعينها لتفريزات، فقُلت على ما أخلّص الزيت أو الزيت يسخن في الطاسة أكون قطّعت شوية من الكرنب. وكنت رايحة جاية، رايحة جاية عمّالة أخلّص حاجتي وأحاول إن أنا أنجز في الوقت اللي محدداه لنفسي. اتّبعي الطريقة دي وبإذن الله تكون فعّالة معاكِ وتخلّصي كل المهام بتاعتِك في الوقت اللي أنتِ محدداه. وواحدة في واحدة هتلاقي نفسِك بدل ما بتعملي في ساعة، لأ ده أنتِ بتعملي في نُص ساعة، بدل ما بتعملي في نُص ساعة بتعملي في تِلت ساعة أو ربع ساعة. فأنتِ بقى وشطارتِك مع التعوّد بإذن الله والاستمرارية هتلاقي نفسِك بتخلّصي كل اللي وراكِ في أقل وقت ممكن. المهم هنا الكرومبة كانت عمّالة تعاند فيّا وبتتحداني هي كمان ومش عايزاني أخلّص في الوقت اللي أنا محدداه لنفسي. كنت باحاول أجيبها يمين شمال عشان أخلّصها وهي عمّالة تعاند كده معايا بتعصلك كده. فالمهم كنت باقطّعها برضه قُلت لأ، مش أنتِ اللي هتعطّليني، أنا إن شاء الله هاخلّص في الوقت بتاعي. وجِبت السكينة كده وباحاول إن أنا أخلي الكرومبة من النُص، أو أطلّع اللي هي الحتّة اللي جواها الراس دي بتاعتها، وباقطّعها كده وهي برضه مش راضية تطلع معايا، شايفين؟ عمّالة تعاند فيّا في الوقت اللي أنا محدداه. لكن أنا برضه قُلت لأ، هاجيبِك يعني هاجيبِك كده وأقطعِك كده من جوّه. فالمهم خلاص طلّعت الكرنباية بالراس بالوزة اللي جوّه دي، وخلاص كده كنت خلّصتها والحمد لله. النهارده هاعمل معاكم حاجات حلوة أوي في الفيديو وحلويات بجد، يعني الفيديو ده دسم كده ومليان حاجات جميلة، عايزاكِ تتشجعي وتعملي زيي، تخلّصي كل حاجتِك في وقت قليل بإذن الله. وأنا متّبعة الطريقة دي كل يوم ما أدخل المطبخ أقول أنا هاعمل كذا وكذا وكذا وكذا، في الtimer مثلًا أحدد مثلًا ساعة أو نُص ساعة، مثلًا في شوية مواعين وعايزة أخلّصهم أحدد لهم مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة، كده زي ما أنا شايفة. وبإذن الله والله يا بنات باخلّص في الوقت اللي أنا محدداه ويمكن أقل كمان من الوقت. الحمد لله يعني مش باتعدّى الوقت خالص، وساعات باخلّص في الوقت بالضبط والحمد لله اليوم بيعدّي. فالمهم هنا على ما الزيت سخن كنت أنا الحمد لله قطّعت الكرنب بتاعي، وجِبت هنا بقى الشيش طاووق اللي كنت مفرّزاه معاكم في التفريزات في فيديو سابق قبل كده نزّلته معاكم. وقُلت أنا هنا هاعمل طبخة الحلة الواحدة أو الصينية الواحدة، مش عايزة أوسّخ مواعين كتير، ومش عايزة برضه في نفس الوقت إن أنا أقعد أحُط مثلًا في حلة هنا وفي طاسة هنا، لأ، قُلت هاطبخ الطبخة كلّها في حلة واحدة أو صينية واحدة. فالمهم قُلت الصينية دي مناسبة لحجم الشيش طاووق بتاعي، وشُفت العصيان مثلًا طويلة شوية قُمت مقصّراها. وبعدين قُلت على ما الشيش طاووق يتشوّح أروح أغسل الكرنب بتاعي. شايفين بقى أنا عايزاكِ تبقي كده سِت حركة كده وشاطرة.
فالمهم أنا باغسل هنا قلب الكرنبة كده واحدة، واحدة. طبعًا أنا عارفة إن القلب جوّه نضيف يا جماعة، الكرنبة دي يعني من الأرض عندنا، ما شاء الله يعني كرنب حلو أوي ونضيف جدًا من جوّه. فالمهم أنا خدتها وشطفتها كده تحت الحنفية، وباخد الورق بقى اللي هو الكبير اللي من برّه ده طبعًا عشان ممكن يكون مثلًا فيه تراب أو حاجة، فباخدها وأشطفها ورقة، ورقة كده وتحت الحنفية على طول، وكنت خلّصت في 5 دقايق. يعني غسيل الكرنب كده على ما خلّصتها كان الشيش طاووق عندي اتشوّح. هتشوفوا بقى معايا إن شاء الله هنعمل إيه في الفيديو والخطوات كده، وعايزاكِ تتّبعي الخطوات دي عشان بإذن الله تخلّصي كل اللي وراكِ. وتشجّعي كده وسمّي الله. وكمان عايزة يا بنات أقول لكم حاجة حلوة أوي بجد بتخلّيكِ يعني تنجزي كل المهام اللي وراكِ ومش بتحسّي بصعوبة ولا تُقل في الشغل، بتحسّي بجد إنِّك بتتحرّكي كده بخِفّة والشغل بيجري في إيديكِ كده إيه، زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. هي إنِّك تشغّلي صورة آل عمران، مثلًا هاتي الصورة دي حمّليها على التليفون عندِك وشغّليها وأنتِ بتشتغلي. بجد بتخلّيكِ يعني بتحسّي كده إن الوقت ما شاء الله يعني فيه بركة، وبتحسّي إنِّك بتنجزي. وما شاء الله يعني أنا جرّبت إن أنا أشغّل الصورة دي كذا مرّة، باحس إن كل المهام اللي ورايا مهمًا كانت صعبة باخلّصها في أقل وقت ممكن، ومن غير ما باحس إن أنا تعبت أو إن في مجهود كبير أنا بذلته. بجد يعني ما شاء الله يعني الصورة دي فيها بركة كده بتخلّي في بركة في الوقت وفي الشغل تخلّصيه في أقل وقت ممكن وبسرعة من غير ما تحسّي بتعب. المهم أنا قُلت هنا أخلّص كل الحاجات اللي عايزة أعملها على الحوض، مش هاقف كذا مرّة على الحوض. فالمهم جِبت هنا شوية الرز اللي أنا عايزة أغسلهم، وقُلت بقى بالمرّة أنا واقفة على الحوض يبقى أقف مرّة واحدة. المهم غسلت كده الرز لحد ما خلّيت مَيّته يعني كانت رايقة جدًا وصافية، وقُلت برضه هاملي الحلة اللي أنا هاسلُق فيها مَيّة الكرنب بالمرّة وأنا واقفة على الحوض. كنت سِبت الرز يتصفّى على ما حطيت الحلة على النار اللي هاسلُق فيها الكرنب، عايزة المَيّة هنا تبتدي إن هي تسخن. وكنت هنا بقى إيه باقلّب الشيش طاووق بتاعي طبعًا عشان ما يتحرقش. أنا عايزاه بس ياخد لون دهبي كده، لإن أنا هارجع أشيله وهارجع أسوّي الرز في نفس الصينية دي. فكده وفّرت في المواعين ووفّرت في الوقت. يعني ما شاء الله أنا عايزاكِ تبتكري كده في الطبخ بتاعِك. مثلًا الطبخة ممكن تحتاجي إن أنتِ تعمليها في حلة واحدة اعمليها، مش لازم مثلًا تشوّحي شيش طاووق في حلة أو في صينية وبعدين ترجعي تحطّي الرز في حلة تانية ويبقى وسّختِ مثلًا حاجتين. لأ، أنتِ اعملي في حاجة واحدة وإن شاء الله الطبخة تطلع حلوة. المهم كنت بانضّف هنا برضه المكان بتاعي عشان لمّا أخلّص في الآخر ألاقي الدنيا رايقة حواليّا وما أقفش وقفة تانية أقعد أغسل أو إن أنا أشطّف أو أروّق يعني الحتّة حواليّا. وهنا كنت نقلت الشيش طاووق كده في طبق خارجي لوحده، لإن أنا هو خلاص هنا يعتبر كده إيه 90% من التسوية. وعايزة بقى مكان الصينية اللي شوّحت فيها الشيش طاووق هاحط هنا الرز اللي هاكله يعني جنب الشيش طاووق. فالمهم هنا كنت باحوش كده شوية البهاريز بقى اللي وقعوا الحلوين دول كده أحطّهم على الشيش طاووق في جنب، واللي اتحرق ده أنا مش عايزاه لإن هيبوّظ لي طعم الرز طبعًا وهيخلّيه مُر. المهم هنا كنت باشيله كده بالإسباتولا وهارميه دوّة، اللي اتحرق ده هيترمى. وفي مكان الشيش طاووق على طول حطيت شوية الزيت اللي هاشوّح فيهم جزء من البصل اللي قطّعته معاكم في أول الفيديو. وهنا كده على طول باشوّح. أنا عايزة هنا البصلة معايا تاخد لون دهبي كده مش عايزاها تتحرق. ومعايا كده برضه إيه كام شوية فلفل وقُمت حاطّاهم على البصل. وخليكم فاكرين إن إحنا سِبنا شوية بصل من اللي إحنا قطّعناهم في الأول في جنب. وهنا على طول أنزل البهارات بتاعتي، حطيت شوية كاري، شوية بابريكا. أنا هنا باحب أحط البهارات بتاعتي مع الزيت، وهاقول لكم ليه بس بعد ما أقول لكم. حطيت فلفل أسود كمان وجنزبيل وبادّيهم كده تشويحة في الزيت، لإن البهارات لمّا باحطها مع زيت باحس يا بنات إن ريحتها وطعمها بيبقى أقوى، وبتبقى فعلًا طعمها مميز. وخلّي بقى الطبخ بتاعِك يبقى ليكِ كده التريكات بتاعتِك المميزة اللي تخلّي الطبخ بتاعِك يفرق عن أي طبخة واحدة تانية. وبانزل على طول بالرز برضه. وهنا إن أنا باحب إن أنا أشوّح الرز مع البهارات أو البصل أو الحاجة اللي أنا حاطاها، حتى لو طابخة رز سادة برضه باحب إن أنا أشوّحه في الزيت كده مع الشعرية. بجد يعني بيدّيكِ طعم مميز للرز وبيخلّي الرز مفلفل وتحسّي إن الواحدة بوحدتها كده وطعمه جميل. بادّي هنا كده تشويحة لحد أمّا أحس إن الرز بتاعي شرب من الزيت والبهارات بتاعتي. وهنا زوّدت شوية زيت لإن الزيت كان قليل في الأول. فالمهم بادّيه كده تشويحة وتقليبة حلوة أوي كده على النار، وبعدين بانزل بالملح والمَيّة بتاعتي. أنتِ برضه لو حابة تحطّي الملح في الأول كده على الرز وأنتِ بتشوّحيه في المرحلة دي حطّيه، أنا برضه ساعات باعمل كده. لكن هنا نزلت بالمَيّة بقى على طول وبعدها بالملح. كنت أصلًا نسيت الملح يعني أحطه في الخطوة الأولانية. فهنا أنا باحط لكل كوباية رز كوباية مَيّة ومعلقة ملح صغيرة. دي بالنسبة لي معيار مضبوط جدًا، والزيت دي أفضل طريقة تضبطي بيها الرز اللي هو المصري العادي. فالمهم هنا على ما شوّحت الرز وحطيته كانت المَيّة بتاعة الكرنب خلصت يعني أو اللي هي ابتدت تسخن أو تدخل معايا في مرحلة الغليان. فهنا حطيت الكرنب كده ورقة، ورقة على حسب الحلة اللي معايا، لإن الحلة اللي معايا يعني بالنسبة لحجم الكرنبة ما كانتش كبيرة، لكن دي والله أكبر حلة عندي في القطم اللي هي بتاعة الحلل الجرانيت دي.
فالمهم بانزل هنا بورقة كده واسيبها على ما تسخن. كنت أنا هنا بدأت أعمل في الحلويات، وطبعًا كنت رايحة جاية باتابع الكرنب واللي يخلص هاشيله واحط غيره. فالمهم هنا معايا 3 بيضات وشوية فانيليا وكوباية لبن ونُص كوباية زيت وكوباية سكر ومعلقة صغيرة كده من الخل. وطبعًا قُلت هاعمله في طبق واحد برضه، ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا حوالي معلقتين أو 3 من الكاكاو على حسب بقى أنتِ بتحبي الكاكاو كتير والّا قليل. قُلت هاعمل الكيكة كده ديّة مقادير الكيكة معايا هاعملها في طبق واحد، مش هارجع أحط في الخلاط وارجع أصُب في طبق وارجع أحط تاني في صينية، فقُلت أعمل إيه كلّه كده إيه في طبق واحد وخلاص. والمهم أنا هنا حطيت الشيش باقول لكم الشيش، الكيك شيف هنا جنبي أول مُحسِّن الكيك عشان ما انساهوش، لإن ساعات ممكن أعمل أخلّص كل المقادير وانسى إن أنا حطيت الكيك شيف. فالمهم باسيبه في الآخر أحطه آخر مرحلة بعد ما ضربت المكونات دي بالهاند بلندر، أو لو أنتِ بالمضرب اليدوي برضه تقدري تضربيها إيه، بالمضرب اليدوي، أو لو عايزة تستخدمي الخلاط استخدميه. المهم أنا استخدمت بالنسبة لي أسهل حاجة اللي تخلّيني مش هاستخدم مواعين كتير. وباقلّب هنا كده العجين بتاعي أو الخليط بتاع الكيكة بتاعي، وهنا ده القوام بتاعه المضبوط. بتقلّبي كده واحدة، واحدة لحد ما تحسّي إن هو بقى إيه، يعني ولا هو سميك ولا خفيف. وباجيب هنا القوالب اللي هاصُب فيها الكيك، أنا هنا عملت قالبين لإن في قالب منهم يعني طالع للحبايب كده حواليّا. أنا باحب إن أنا أفرّح اللي حواليّا ولمّا أعمل حاجة حلوة أدّي لهم. فالمهم هنا نزلت بنقطة زيت كده في كل قالب وبامسحها بالفرشة عشان الكيك بتاعي ما يلزقش في الصينية. زي ما أنتم شايفين كده أخدت أول قالب وعلى طول على التاني، وبرضه بارجع أحط رشة دقيق كده برشة كاكاو في تبطينة الصينية يعني عشان لمّا آجي أحط الكيكة برضه ما تلزقش. وباحط الدقيق على الكاكاو عشان الكيكة بتاعتي هنا لونها بني، لو حطيت كاكاو لوحده هيتحرق وهيدّيني مرارة، لو حطيت دقيق لوحده هيدّيني لون أبيض كده مش حلو على كيك البني يعني. فالمهم أنا هنا بامكّس كده الدقيق مع الكاكاو وبابطّن بيه الصينية بتاعتي عشان ما يلزقش في الصينية. وطبعًا أنتم شُفتوا إن أنا كنت رايحة جاية على الكرنب، كل أمّا ورقتين بيخلصوا باشيلهم واحط غيرهم وباطلّع على صينية ستيل جنبي، أو لو أنتِ عايزة تطلّعي على مصفى طلّعي، بس المهم ما تطلّعيش على حاجة بلاستيك لإن البلاستيك بيتفاعل مع الحاجة السخنة. وطبعًا ما كنتش باهري الكرنب، كنت يا دوبك أول ما ورقة الكرنب بتاعتي أحس إن هي ابتدت تطرى، باقوم شايلاها على طول، مش عايزاها إن أنا أسيبها لمّا تستوي، فلمّا آجي أقطّعها ألاقيها مهرية معايا. لأ، أنا باحب إن هي تكون أول ما تدبل بس أو أحس إن هي دخلت في مرحلة التسوية باشيلها على طول. وطبعًا بانضّف برضه المكان بتاعي عشان يفضل الدنيا حواليّا رايقة وما أقفش وقفة تانية زي ما قُلت لكم قبل كده. المهم هنا برضه حاولت إن أنا أقسم كده خليط الكيك على الصينيتين دول أو القالبين دول، يعني بالنظر كده حاولت إن أنا أخلّي إيه، الكمية مناسبة. فالمهم هنا كنت كل أمّا آجي أعمل في الصينية اللي هي القالب اللي محفور من النُص ده، أحس إن الكيك هيُقع منّي في الحتّة اللي في النُص دي. فكنت باعمل بحذر طبعًا، وكنت برضه باتحدى نفسي في الوقت إن أنا أنجز في الوقت اللي حددته ليّا. ودي كل الروتينات يا بنات أنا باعملها بالطريقة دي، أو كل يوم ما بادخل المطبخ أو إن أنا أحدد مهامي، باقول إن أنا هاعمل في التوقيت المعين ده واشغّل سورة آل عمران، والحمد لله بانجز في الوقت اللي أنا باحدده لنفسي. وكل مرّة باحدد الوقت بيبقى أقل من الوقت اللي حددته في اليوم اللي قبله. يعني مثلًا النهارده حددت ساعة، بكرة باحدد 40 دقيقة، بعده باحدد نُص ساعة وهكذا. مع الاستمرارية أنتِ بتلاقي نفسِك خلاص أنتِ اتعودتِ إنِّك تعملي شغلِك بسرعة. وهنا برضه خلاص بقى خدت الكيك واحطه على الفرن، أحطه في الفرن يعني درجة حرارة 180. وطبعًا باشغّل الفرن أول ما أبدأ إن أنا أحضّر مكونات الكيكة عشان يحقق درجة الحرارة المطلوبة. وهنا أخدت الكرنب وبابدأ أحطه برضه في المَيّة، كانت آخر حاجة بقى حتة الكرنباية اللي هي ال الكاملة مع بعض دي. وهنا كنت باقلّب بقى الرز عشان أشوفه خلاص بدأ في مرحلة التسوية أهو، وباقلّبه كده. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله يعني الرز بجد في الصينية كان طالع حلو برضه، يعني ما يفرقش حاجة عن إن أنا طبخته في الحلة، هو بالضبط. وأنا هنا عملت كمية رز كبيرة يعني تكفّي معايا يومين. أنا مثلًا عارفة هاطبخ تاني يوم إيه، فقُلت خلاص هاطبخ رز للنهارده وبُكرة، بدل ما بُكرة أقف نفس الوقفة تاني وأحط زيت وأقطّع بصل وأحط فلفل وأشوّح رز وأغسل رز. لأ، أنا قُلت هاعمل إيه، رز لليومين. ولمّا بالاقي الطبخة إن هي ينفع إن أنا أحوش منها لتاني يوم، باعمل كده يا بنات. يعني بجد باحس إن أنا تاني يوم بقى إيه، هاعمل حاجة بسيطة خالص كده تخلّيني خلّصت طبيخ اليوم في أقل وقت ممكن. أنتِ برضه اعملي كده، مثلًا عندِك بتعملي محشي مثلًا النهارده، اعملي مثلًا حلة على قدكم النهارده، لفّيها يعني، وحلة تانية لتاني يوم، بس لفّيها وسيبيها على الرف في التلاجة. ما تسوّيهاش، يعني ما تسوّيش كمية المحشي وتاني يوم تقومي بقى مسخّنة، لأ طعمه مش هيبقى حلو. المهم أنا هنا كنت عملت الصلصة، أنا كنت مسبّكة الصلصة من قبلها، لكن
ما كنتش لسه يعني شوّحتها مع البصلة وعملت التخديعة اللي هي بتاعة المحشي دي. فالمهم هنا خدت كمية البصل اللي كانت بقِت معايا اتبقِت في الطبق من الأول وأخدتها في شوية زيت لحد ما دبلت، نزلت بالصلصة اللي أنا كنت مصلّصاها. وهنا كنت طبعًا للأسف المقاطع اتحذفت منّي، أنا مش عارفة الفيديو ده كان ماله. فالمهم أنا كنت هنا قطّعت الكرنب يعني وخلّيت العروق لوحدها، والكرنب خلّيت طبعًا قسّمته في العلب اللي هاعينها في الفريزر. وطبعًا في كل علبة باحط شوية من الأخضر من الورق يعني، وشوية من الأبيض عشان طبعًا لمّا بنيجي نحشي أو نعمل الحلة بنحط الأخضر في أرضية الحلة والأبيض فوق. طبعًا كل العلب حطيتها كده. وهنا كان الكيك بتاعي استوى الحمد لله وخلص أهو ما شاء الله كان تحفة. وأنا هنا باوريكِ إزاي تختبري الكيك بتاعِك تعرفي إن هو استوى، بتنزلي كده بصينية بتنزلي كده بسكينة أو خِلّة في الكيك بتاعِك، ولو طلعت السكينة أو الخِلّة نضيفة تعرفي إن كده الكيك مستوي من جوّه وزي الفل. وهنا بقى بتقومي طافية عليه وسايباه في الفرن، أو يا إما بتفتحي باب الفرن شوية صغيرين وتسيبيه. لكن أنا هنا طلّعت عشان أوريكم وبعدين سِبته بقى في الفرن يبرد براحته. وهنا ما شاء الله بُصّوا باوريكم الكيكة طرية قد إيه بجد وهشة كده وطعمها كان بجد تحفة. طعمها أقرب لكيك الهوهوز اللي هو بتاع الشركات المُغلّف ده. وهنا بقى خلاص كان الشيش طاووق والرز واستوت يعني كُلّه معايا. وهنا بقى أحُط بقى ترِكّة ترِكّة المطاعم اللي هتخلّي الطعم يجيب الريحة والطعم يجيبوا آخر الدنيا. المهم جِبت هنا الفحماية أنا كنت مولّعاها طبعًا على عين البوتاجاز، خدتها كده في حتّة ورق ألمونيوم ونقطة زيت واغطّي. وطبعًا بقى إيه الريحة ما أقولكوش يعني كانت جابت آخر الشارع. وهنا ابتديت أغرف الرز بتاعي في القالب اللي أنا هاغرف فيه. وطبعًا هنا حد كان بيخطف معلقة كده في الجنب، لإن ما كانوش قادرين يستنوا على الريحة ما شاء الله كانت جبارة. فالمهم أنا غرفت الرز وحطيت الشيش طاووق بتاعي، والحمد لله كان غدا تمام زي الفل، وبجد كانت غدوة كده سهلة وسريعة وحلوة. وهنا خلاص كنت باورّيكم إن الشيش طاووق بجد كان مستوي يعني تسوية تمام أوي، وحلو وسريع، مش محتاجة بقى إن أنتِ تولّعي فحم كتير عشان تشوي لو ما عندكيش شواية، وطبعًا هيدخّن معاكِ في البيت. لكن دي أفضل طريقة تدّيكِ طعم اللي هو المشوي على الفحم. ويعني بسرعة كده وبكل سهولة خلّصنا الطبخة بتاعتنا. وهنا باقول لكم بقى ما تنسوش تحطّوا اللايك لو عجبكم الفيديو أو الروتين دوّة على القناة، وتشتركي عندي وتنوّريني باشتراكِك. هنا بقى كنت بادوق بصراحة وكنت هاسحب كده بقية عصاية الشيش طاووق دي. لكن هنا بقى قُلت أمّا أوريكم الكيكة بعد ما طلّعتها من الصينية وقطّعتها. وهنا ده كان الحوض بتاعي في نهاية اليوم كان زي الفل الحمد لله. وكمان البوتاجاز كان فُل ورايق كده والدنيا حواليّا رايقة الحمد لله، مع السلامة.